مروان سري اشترى مبادئه وباع الانجليزي. مروان سري اعلن رسميا انسحابه من نادي داجنهام الانجليزي، ودي حاجه كانت متوقعه. لكن ليه بقى مروان سري اعلن انسحابه وخصوصا في الوقت ده؟ يعني ايه المشكله الكبيره جدا اللي النادي داجنهام حط نفسه فيها مع مروان سري؟ ببساطة كلمة السر سلمى مشهور. سلمى مشهور في الأساس مسؤولة عن منصب المشاركة والتطوير في نادي داجنهام، وهي بنت عربية قدرت إنها تساعد مروان إنه يوصل لملكية أسهم في نادي داجنهام، وحط تحت كلمة ساعدت دي مليون خط. بعدها بساعات على طول بنتفاجئ إن إدارة داجنهام بتعلن وبشكل مفاجئ إزالة سلمى مشهور من كل مناصبها في نادي داجنهام، وده بعد ما لقوا سلمى مشهور بتدعم إخواتنا. وده اللي وضحه مروان سري، وعمل وقتها فيديو لسلمى مشهور وقال إنه لازم يرجع لها حقها لحد عندها ويتخذ كل الاجراءات. طبعا بعدها اداره النادي الانجليزي كانوا فاكرين ان سري هيعدي الموضوع عادي، يعني لان اي شاب مكانه يستحيل انه يضيع فرصه زي دي، خصوصا خلاص انه يعتبر قرب انه يحقق احلامه حرفيا كارير مود على ارض الواقع. لكن الضربه القاضيه هنا كانت من مروان سري لما عمل فيديو اكد فيه انسحابه رسميا من ملكيه نادي داجنهام الانجليزي. انتوا متخيلين بقى الكارثه اللي حط نفسه فيها نادي داجنهام بعد قرار الانسحاب من مروان؟ الكارثه هي ان تاثير مروان بعد ملكيته والاسهم في النادي خلى النادي من سالب 0 لحد 100 موجب. طب ازاي؟ تخيلوا ان عدد المتابعين في ساعات من بدايه تولي مروان مهمته وملكيته الاسهم في نادي داجنهام عدى النص مليون متابع عربي، ايوه، على منصات السوشيال ميديا اللي تخص طبعا داجنهام. تخيلوا معايا بقى كل الجيش ده هيرجع دلوقتي بعد ما مروان سري اكيد اعلن انسحابه عن ملكيته للنادي. بالنسبه لي قرار وموقف مروان سري هو موقف مشرف ورجولي جدا، وزي ما وعد سلمى مشهور ان هياخد لها حقها فبالفعل هو وفى بوعده، وبرغم كل الاحلام اللي كانت هتتحقق قصاد ده فهو ما تنازلش ابدا عن مبادئه. كلنا عارفين ان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فان شاء الله دي تبقى خطوه مهمه جدا ليك انت وسلمى مشهور انكم تروحوا مكان احسن وانضف من العالم ده. في النهايه ايه رايكم في موقف مروان سري؟ استني تعليقاتكم وما تنسوش تعملوا لايك فولو شير، واستنونا في حكايه جديده.